صباح الفل. مش كل الأكلات السريعة مكرونة وبانيه. تعالوا نعمل أكلة سريعة النهاردة وأنا شخصيا بعشقها، كبسة اللحمة. عندي في الحلة هنزل بشوية زيت وعليهم لومي وقرفة عيدان ولورة ومستكة. دي القرفة العيدان ودي اللومي ودي اللورة والمستكة. هنزل بيهم في الزيت وأسيبهم كده يسخنوا وريحتهم تطلع والمستكة تسيح. بعد ما المستكة ساحت نزلت باللحمة، هقلب كده، هسيبها تاخد الأول من على الجنب الأولاني تاخد لون كويس، وبعدين هقلبها تاخد لون كويس من جنب التاني. خلوها كده تحمر وتاخد لون معاكوا حلو عشان ما تنزلش ميتها، وكمان عشان لما نحط المية اللون ده ما يروحش. عندي بقى البهارات، ملح وفلفل، بهارات كبسة وحبهان بودر. هنزل بيهم على اللحمة وأقلب، خلي كده الريحة تطلع معاكي. هنا حرفيا الريحة كانت تحفة. عندي بقى بصل مفروم هنزل بيه على اللحمة وهديله تقليبة كده تشوح كده مع اللحمة، وبعدين جزر مفروم هدي تقليبة برضو، سيبه كده يتشوحوا معاهم وياخدوا طعم بعض. وبعدين عندي طماطم مبشورة من غير الجلد بتاعها وهقلب، ونكون بقى مسخنين مية عشان ننزل بيها على اللحمة. نزلت بالمية وهسيبهم كده يغلوا واللحمة تستوي 3/4 سوا. كل ما تحتاج مية معاكي أو تنقص زودي لحد ما توصل ل3/4 سوا، 3/4 سوا عشان باقي السوا بتاعها تستوي مع الرز. أنا هنا بشوف هي استوت وصلت لفين، هي كده خلاص خدت 3/4 سوا. هجيب بقى الرز بتاعي اللي أنا غسلاه ونقعاه نص ساعة، أو انقعيه لحد ما اللحمة تخلص، يعني لما اللحمة توصل ل3/4 سوا هو في الحالة دي بيكون منقوع، يعني مش محتاج يتنقع من بالليل ولا حاجة. حطيت الرز وهعاير بقى لكل كوباية رز بسمتي 1.5 كوباية مية. دي معلقة كركم بديلة للزعفران البودر، لو عندك زعفران بودر حطيه مع المية وانزلي بيه على الرز. كده خلاص هي خلصت معايا، والرز طالع مفلفل حلو قوي، واللحمة مستوية دايبة. وهنا بقى في خطوة اختيارية، لو عايزة تضيفي لوز محمص بتجيبي لوز وتحطيه في الطاسة وعليه حتة زبدة وتحمصيه، وعلى الوش كده انزلي بيه على وش الرز. طبعا بتودي الطعم في حتة تانية. عايزاكم تجربوها، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وتتابعوني على قناة اليوتيوب باسم نرمين سعد، وبألف هنا.